معايا النهارده عربيتين جداد زيرو نازلين مصر للعملاء بتوعهم، واحده ميتسوبيشي اكليبس وواحده ميتسوبيشي اكسباندر العاديه مش الكروس. فخليني واحده واحده كده افرجك على العربيات دي. دي اكليبس جديده زيرو، مواصفات خليجيه. العربيه اهي واقفه في المنطقه الحره جديده، احنا لسه كنا بنعمل تشيك اب عليها، خلصنا كل حاجه، تشيكات بعت للعميل كل حاجه، العربيه وقفت واتغسلت واتظبطت وكل حاجه تمام. جديده زيرو طبعا بالاثنين مفتاح بتوعها، ما فيهاش فتحه سقف. دي الفئه المتوسطه، والمتوسطه بتيجي هنا عندي في الامارات ببصمه ستارت انجن، الجنود زي ما انت شفت، كراسي قماش، مفيش كهرباء، وهيد اب ديسبلاي. عشان تشغلها لازم تروح عامل كده، بصمه وستارت انجن زي ما انا قلت لك، هاند بريك كهرباء واوتو هولد، وهنا بتقدر توصل موبايلك، وادي هنا الهيد اب ديسبلاي. العربيه جديده زيرو، ماشيه 3 كيلو زي ما انت شايف، مثبت سرعه، شفتات في الطاره. الف مبروك لصاحبها. والعربيه الثانيه ميتسوبيشي اكسباندر، دي السبع راكب، دي اكسباندر عاديه مش الكروس. الكروس اهي، ده شكل الكروس اللي بيبقى فيه شويه تغييرات اماميه مع شويه تغييرات في الاوبشن والجنوط. 7 راكب او 7 مقاعد العربيه دي. وبرده الف مبروك لصاحبها. العربيات دي هتطلع على مصر النهارده، يعني في خلال 10 ايام ان شاء الله العربيه توصل تحت باب بيت العميل. مش مطلوب منك مبادره، مش مطلوب منك اي حاجه، بتيجي تدفع الفلوس واحنا بننزل لك العربيه وبتوصل لك لحد تحت باب بيتك في مصر. طبعا العربيه دي برده جديده زيرو، فيها كل انظمه الثبات والامان اللي هو الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، وفيها مرايات ضم كهرباء. لازم ادور العربيه، جديده زيرو، ماشيه 15 كيلو بس، وحاطين للعميل فيها بنزين عشان العربيه ما تتعطلش في طريق. ادي المرايات الضم. طبعا مش محتاج اقول لك ان اللي بيشتري مني عربيات زي دي، حاجه مثلا زي الاكسباندر دي، بتبقى بالنسبه له حاجه عائليه او حاجه للشغل، فهو بيبقى محتاج المساحات، فمش فارق معاه قوي الاوبشن. لكن اللي بيركب حاجه زي كده بيبقى فارق معاه ان هو ياخد شويه اوبشن في مقابل ان العربيه تبقى عمليه. احتجت العربيه دي او اي عربيه ثانيه كلمني على ارقام المكتب اللي هتظهر لك دلوقتي على الشاشه، ارقام المعرض بتاعي في مصر. احتجت اي عربيه من العربيات اللي واقفه قدامي دي، بتنزل لك لحد تحت باب بيتك في مصر بدون مبادره بدون اي حاجه. شكرا، سلام عليكم.